مرحبا بكم البنات، مرحبا بكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفطائر كيجيو لذاذ رطبين. كيكونوا معمرين بالخضره. كنتمنى تابعوني حتى الاخير. والا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تفاعلوا مع القناه ديالي. وغادي ندوزو باش نبداو الوصفه ديالنا. اول حاجه كيف ما كيبان لكم هنايا عندنا قزبور معدنوس اللي غيكونوا مفرومين. وهنا غادي نحتاجوا الكفته ديال الدجاج، ولا غادي نديروا صدر ديال الدجاج اللي غادي يكون مقطع رقيق. هنا غادي نحتاجوا كميه ديال الجبن، عندنا صلصة الصويا، وعندنا الزيت. وهنا غادي نحتاجو التوابل اللي غادي تكون هي البابريكا ولا فلفله حمراء. غادي نحتاجو شويه ديال السكنجبير، خرقوم، البزار، كمون، وشويه ديال الملحه. وبالنسبه للخضر هنايا غادي نحتاجو وحده 3 الحبات ديال البصل، عندنا الفلافل الالوان، وثلاثه الفصوص ديال الثوم. اول حاجه غادي نديروها، غادي ناخذ واحد المقلاة، غادي نديرو فيها كميه ديال الزيت. ممكن ديروا الزيت النباتي ولا زيت الزيتون على حسب المتوفر عندكم وعلى حسب داكشي اللي مولفين كتخدموا. غادي نديروا الحبات ديال البصل. كيف ما قلت لكم عندنا تقريبا واحد 2 حبات ديال البصل اللي غادي يكونوا متوسطين حتى ل3 الحبات. غادي نكونوا مقردينهم رقيقين. غادي نقليوهم. غادي نقليو شويه ديك البصله باش ما قلينا ديك البصله ديالنا كتعطينا نكهه احسن. ومن بعد غادي نضيفوا فلافل الوان، تقريبا واحد حبه خضراء وحبه حمراء وحبه صفراء ديال الفلافل. غادي نكونوا توما مقطعينهم رقاق. من بعد غادي نبداو نقليوهم مع بعضياتهم. من بعد ما تقلاو غادي نضيفوا الكفته ديال الدجاج. ممكن ديروا حتى الكفته العاديه ديال اللحم. هنايا غادي نقليو داك الدجاج مع دوك الخضار ديالنا. من بعد ما تقلاو لينا شويه دابا غادي نضيفوا التوابل. تقريبا عندنا نصف ملعقه كبيره ديال الفلفله حمراء، البزار، الكمون، الملحه، بابريكا، وشويه ديال السكنجبير وخرقوم عفوا. وهنايا غادي نبداو تنقليو المكونات ديالنا، لاننا ما خصناش نخليو الماء تماما، غادي نحيدوا الماء كامل. غادي نشحروا حتى نقليو دوك المكونات مزيان. من بعد غادي نضيف واحد شويه ديال صلصه الصويا، كتعطينا واحد الحموضه وواحد نكهه لذيذه لهاد الخبيزات. الا كنتو ما كتبغيوهاش تقدروا تستغناو عليها. من بعد ما تقلات لينا المقيله ديالنا، كيف ما قلت لكم خصها تكون ناشفه مزيان من الماء. ودابا غادي نضيفوا عليها واحد شويه ديال القزبور معدنوس، غادي نخليو اخر حاجه هكذا باش يخلي لنا ديك النكهه ديال الطراوه ديال القزبور معدنوس في الاخر. ممكن ايضا تضيفوا الزيتون الا كنتو كتبغيو الزيتون. من بعد ما قلينا المكونات ديالنا غادي نطفيو عليهم وغادي نخليوهم على جنب حتى غادي يبردوا تماما هكذا، باش ملي غادي نعمروا به العجينه ديالنا ما تخسرش لينا. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا العجين. كيف ما قلت لكم غادي نخليو المقيله ديالنا تبرد. ودابا غادي نحتاجوا العجين. هنايا غادي نحتاجوا تقريبا واحد 600 غرام ديال الدقيق الناعم ولا دقيق الفورس. تقريبا واحد ما كاملاش كيلو. كيف ما قلت لكم 600 700 غرام ديال الدقيق. غادي نحتاجوا ليها ملعقه كبيره ديال الخميره حبيبات.
غادي نحتاجو واحد 2 معالق ديال الياغورت الطبيعي، وهنايا غادي نحتاجو الملح، وغادي نحتاجو واحد الملعقه كبيره ديال السكر باش تحمر لينا العجين. ممكن ديروا واحد الملعقه ديال العسل. هنا غادي نحتاجو واحد نصف كاس ديال الزيت، زيت الزيتون، وغادي نحتاجو الحليب للعجن، وهنا غادي نحتاجو الماء الدافي للعجن. ممكن ديروا غير واحد فيهم. اول حاجه غادي نديروها، غادي ناخذ الدقيق، غادي نديروا فيه الخميره، غادي نديروا الملح والسكر، غادي نخلطوا المكونات ديالنا مع بعضياتهم، وغادي نديروا اليوغورت الطبيعي بدون سكر، غادي نديروا زيت الزيتون كيف ما قلت لكم، نصف كاس صغير ديال زيت الزيتون. وهنايا غادي نديروا الحليب، غادي نبداو كنعجنوا به. عندنا الحليب دافي، غادي نبداو كنعجنوا العجينه ديالنا بالماء ولا الحليب كيف ما قلت لكم. ممكن ديروا واحد فيهم، انا عجنت شويه بالحليب ومن بعد كملت بالماء. غادي نبقى كنصب شويه بشويه ديال السوائل، ومن بعد كنبقى نجمع العجينه حتى غادي تجمع ليا. من بعد ما تجمعات ليا غادي نغطيها تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق. من بعد ما دازت واحد 10 دقائق ارتاحت العجينه. دابا غادي ندلكها. هذه الطريقه كتخلي العجينه ديالكم كتجي مدلكه مزيان. من بعد ما دلكتها مزيان غادي نعاود نغطيها، وغادي نخليها حتى غادي تضاعف الحجم ديالها تقريبا واحد المده ديال 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه، حتى كتشوفوا العجينه راه تزادت في الحجم. من بعد كيف ما كيبان لكم غادي نقسم العجينه ديالي على جوج. غادي ناخذ القطعه الاولى، غادي نبدا كنسرحها بالدلاك حتى غادي نحصلوا على واحد العجينه اللي غادي تكون شويه رقيقه. باش مرقتوا العجينه ديالكم كتجيكم دوك الفطائر كيجيكم لذاذ، يعني ما كتجيكمش كيف ما كنقولوا ما كيجيكمش ملببين. كتجي ديك العجينه كتجي رقيقه وكتبان الحشوه من الداخل، ما كتكونوش كتاكلوا غير في الخبز. غادي نبقى كندلك العجينه ديالي بالدلاك حتى غادي تكون رقيقه. من بعد غادي ناخذوا القياس ديال الطاوه ديالنا. ومن بعد غادي ناخذ واحد الكميه ديال الحشوه كيف ما قلت لكم. من بعد ما كتبرد غادي نخلوها حتى غادي تبرد تماما باش ما غاديش تطلق لكم العجينه ديالكم. غادي نوضعوا كميه ديال الحشوه، من بعد غادي نديروا عليها شويه ديال الجبن، وغادي نلفوا شويه العجينه، وغادي نديروا خطيطات بهذه الطريقه باش نعطيو داك الديكور ديال العجين من الفوق. الطريقه راه موضحه راسها تماما كيف ما كيبان لكم هنايا. يكفي انكم تردوا البال مزيان الفيديو، ان شاء الله غادي تعرفوا الطريقه بالتفصيل. كنديروا بحال باكيطات صغيورين كيف ما كيبان لكم هنايا، ودوك الخطوط اللي درنا في الجوانب هذاك كنديروا بحال الديكور كيجي من الفوق. غادي نوضعوا داك البودان ولا داك الباكيطه اللي درنا غادي نديروها في الطاوه كيف ما قلت لكم. داكشي علاش شدينا العبار ديال الطاوه. غادي نكملوا بنفس الطريقه حتى غادي نكملوا كاع الكميه اللي عندنا. كنبقاو كنستفوهم واحد حدا الاخر. من بعد درنا عاوتاني الحشوه، درنا شويه ديال الجبن، درنا دوك الخطوط من الجانب، ومن بعد غادي نلويو العجينه على داك الخطوط، وغادي نردو دوك الخطوط يكونوا الفوق.
غادي نكمل معاكم هكذا، غادي توضح لكم الصورة اكثر. غادي نديروا الحشوه، من بعد غادي نديروا الجبن اي نوع كان عندكم. غادي نلفوا العجين، غادي نديروا خطوط، من بعد ما كملنا الكميه ديالنا كامله، هذا هو الشكل ديالها. هنا خدينا واحد الحبه ديال البيض ولا صفر ديال البيض، غادي نضيفوا فيه شويه ديال الحليب، غادي ندمجوا المكونات ديالنا مزيان، ومن بعد غادي نديروا غادي ندهنوا الوجه كامل ديال الطاوه ديالنا باش يجيونا محمرين. وهنايا غادي نديروا كميه ديال السمسم ولا الجنجلان. هاد المرحله درتها من بعد ما اختمر العجين ديالي، ولا من بعد ما اختمروا الفطائر ديالي، دهنتهم ورشيتهم بالجنجلان وغادي نديرهم في الفران حتى غادي يتحمروا. من بعد ما تحمروا كيف ما كيبان لكم، هذا هو الشكل ديالهم النهائي. كيجيو واحد الفطائر اللي لذاذ وكيجيو مشبعين، ممكن اننا نديروهم في العشاء. وإلا كنتو نتوما ما باغيينش تلصقوهم بهاد الطريقه، ممكن ديروا دوك البودانات ديروهم واحد وعاود ديروا مسافه وديروا الاخر، هكذا غادي يجيكم مقطعين. وهذا الخبيزات ديالي من بعد ما حليتهم من الداخل كيف ما كيبان لكم كيجيو رطبين وكيجيو لذاذ. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون راقتكم وعجبتكم، وغير جربها ان شاء الله ما غاديش تندموا عليها. وكيف ما كنقول لكم دائما، ما تنسوش تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا زر الجرس، هكذا غادي يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي. هكا كيجيو من الداخل، ممكن اننا نديرهم في العشاء ولا في الطبله ديال رمضان. وصلت معكم لنهايه الفيديو، نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في وصفات مقبله واطباق مقبله، وانتظروا دائما الجديد ديالي، وبسلام في وصفه اخرى ان شاء الله.